إيمان خليف الجزائرية طلعت فعلا مش أنثى، وده اللي ظهر امبارح في فيديو تأهلها لنصف النهائي. وبصراحة حوارات أولمبياد باريس كترت قوي. إيه الحكاية؟ تعال أقول لك. امبارح كان في مباراة بتجمع بين الملاكمة الجزائرية إيمان خليف والمجرية لوكا هاموري، وبعد فوز الجزائرية وتأهلها لنصف النهائي أثبتت البطلة إيمان إنها فعلا مش أنثى. اللي ظهرت في الفيديو ده طفلة كلها براءة لكنها قوية حبتين، وبصراحة بنت بألف راجل. والدموع دي كانت نتيجة للضغوط اللي تعرضت لها من ترامب وإيلون ماسك وكم سياسي على كم رياضي غربي، ده غير الإعلام اللي قالوا عليها إنها راجل مش ست. كل الهجوم الشرس ده ليه؟ عشان بس منافستها الإيطالية طلعت في أول مباراة عيطت وانسحبت في أول 46 ثانية من وقت المباراة، وإن مفيش تكافؤ بينهم، وإن هي حست إيمان في ضربها راجل. مش بس كده، ده منافستها المجرية قبل المباراة بيوم قررت إن هي تنشر الصورة دي لمجرد إن هي تضغط عليها نفسيا، وهو بالمرة تسبق لو خسرت. بس رد المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية مارك آدمز قال إن إيمان اتولدت ومتسجلة وعاشت حياتها